محبتي لك يا رفيق ولجميع الرفيقات والرفاق. بالنسبة لسؤالك الجميل، مبدئيا احنا موضوع الدولة الجنوبية، سعادة الدولة الجنوبية، ده أمر احنا متفقين عليه كلنا كمناضلين جنوبيين. ده مبدأ وهدف الثورة الجنوبية، ونحن في ثورة تحررية يعني. فيما يتعلق أنا كما فهمت من كلامك، يعني كما أظن موضوع الفيدرالية أو الدولة الفيدرالية، يجب أن تعلم إحنا بالنسبة لنا يعني أي نظام سياسي ما فيش إشكالية معنا. يعني إحنا ما عندناش هذيك المشاكل العرقية الطائفية، ذيك التعقيدات الاجتماعية. إحنا ما عندناش هذه الأمور، وأي نظام سياسي بيناسبنا. إنما اللي هو أهم من ذلك هو العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة. يعني أنا موضوع الفيدرالية أو كيف أعرف الفيدرالية، ده أمر بصراحة بيحتاج إلى وقت، ولكني بحاول أني أختصره بعيد عن تقعير الكلام وحتى تقعير المصطلحات. فلذلك أقول النظام الفيدرالي، وهناك في تعريفات كثيرة. يعني النظام الفيدرالي ببساطة كذا بالبلدي يا عزيزي، جاء فقط كضرورة تنفيذ البرنامج الإداري والبيروقراطي فقط. هو إدارة بيروقراطية من خلال الفيدرالية، لا سيما في البلدان الشاسعة واللي مساحتها كبيرة مثل أمريكا مثلا. بلد مترامي الأطراف، مساحته يصل إلى 9 مليون كيلومتر مربع، تعداده 300 أو يفوق 300 مليون نسمة. لا شك ولا مفر من النظام الفيدرالي، مش حبا في الشعب، حبا لأنه المركز بحاجة إلى من يسانده، وتنصيب هناك حكومات موظفة ومعينة للسيطرة على الأطراف وعلى الأقاليم من أجل خدمة المركز. لا سيما أنه في أمريكا ما فيش ديمقراطية. يجب أن تعلموا هذا الكلام يا رفاق. النظام الأمريكي هو نظام دعي تحت سقف الديمقراطية، لكن لا توجد ديمقراطية حقيقية في أمريكا. يعني هذه المساحة الكبيرة والتعداد الضخم هذا فيها حزبين، ديمقراطي وجمهوري. أي ديمقراطية هذه؟ أضف إليه أنه هذه الأحزاب يعني تديرها البنوك والشركات الرأسمالية، يعني وبيوت المال أو البيوت التجارية يعني. وخلي في معلومك أنه في المراكز الرأسمالية الكبرى يجب أن تعلم أنه من يحكم هي أجهزة المخابرات والبنوك وهيئات الأركان. فموضوع الديمقراطية هذا مجرد شعار ويشتغلوا تحت هذا السقف، لكن كلام غير صحيح. وكما قال العظيم ليلين أنه الديمقراطية في المراكز الرأسمالية ما هي إلا عبارة عن ثرثرة البرجوازيين تحت قبة البرلمان، غيرها ما فيش. النظام هو السيطرة الاقتصادية هي، واللي مسيطر على الثروة هو هذه الطبقة. فلذلك العمال ما فيش عندهم ديمقراطية حقيقية. ليش؟ لأن العمال ما يسيطروش على وسائل الإنتاج، ولا يسيطروا على الثروة، ولا هناك توزيع حقيقي للثروة. العمال هم عبارة عن عبيد، ولكن بشكلهم العصري، يعني عبودية حديثة. ليش؟ لأنه الدخل اللي يغطي نفقات المعيشة من أكل وشرب وإيجار ذا لا يختلف عن العبودية القديمة. لأن العبيد قديما كانوا يحصلوا على الطعام والشراب والمأوى نظير العمل اللي يقوموا به. يعني هذه كانت هي شروط العبودية. اليوم احنا نعيشها فضل الرأس، لكن بموضوع كذا شيك. يعني لا عادوا فيه إرهاق. يمكن العبيد زمان كانوا يأكلوا ويشربوا ومرتاحين ويقوموا الصبح يشتغلوا يعني تحت سطوة السيد، لكن اليوم يرهقوك بالفواتير، والناس هنا عايشة بالكريدت، ما فيش لا تحصل على سكن تدفع للإيجار، حتى الدخل اللي تحصل عليه شهريا تروح تنفقه في مراكزهم الرأسمالية، في أسواقهم الرأسمالية، من طعام ومشرب وملبس وعلاج
نفقات إيجار وبنزين وغيرها من الأمور هذه ومواصلات وغيرها. أنت تروح توزع هذا اللي يعطوك إياه فين؟ في أسواقهم هم نفسهم هذول ممتلكين السوق، معهم شركات أغذية، معهم شركات، حتى ابتلعوا السوق. بعدين لما يقول لك كمان فيما يتعلق بالنظام الشمولي أو النظام الاقتصاد المخطط كما يسموه، هم ابتلعوا كل شيء اليوم، لأن الشركات الكبيرة ابتلعت المشاريع الصغيرة. يعني مثلا عندك نظام الأسواق الضخمة هذه، الجمعيات، المولات، قضت على المحلات الصغيرة وهذا خلاص. فإذا هم مطبقين المركزية أكثر من غيرهم، هم مسيطرين على الاقتصاد أكثر من غيرهم. فلذلك نقول اللي يهمنا هو العدالة الاجتماعية. احنا ما يهمناش أي نظام سياسي بشكله الإداري البيروقراطي، مش مشكلة، لا سيما احنا كبلد كالجنوب، يعني كبلدنا احنا ما عندناش قلنا التعقيدات هذه، وخاصة هذه الفيدرالية. شوفوا في البلدان اللي عندها مشاكل عرقية أو شعوب غير متجانسة وبلد كبير مترامي الأطراف، نعم صح النظام الفيدرالي فقط من ناحية البيروقراطية فقط والإدارية، مش من ناحية توزيع الثروة. لأنه في أدبيات الفيدرالية يجب أن تعلموا في أدبياتها تنص أنه من 10 إلى 15% الولايات أو الأقاليم أو الأطراف تعطي المركز فقط. ده ما يحصلش في أمريكا، يعني ما فيش فيدرالية اقتصادية. الفيدرالية عندهم سياسية من أجل السيطرة فقط بس، لأنه ما تقدر تسيطر على المساحة هذه، فلذلك تحتاج تنصب حكومات تابعة لها. عندك مثلا السعودية نظام غير فيدرالي، نظام مركزي وشمولي كمان. طبعا هم من قبل الدعايات اللي كانوا يقولوا، حتى منهم دعا علي عبد الله صالح هذا الوقت، يعني النظام الشمولي شمولي، طبعا هو لا عارف ايش معنات شمولي يعني. وحتى الاتحاد السوفيتي بالمناسبة كان اسمه الاتحاد السوفيتي، نظامه نظام فيدرالي. كل ما في الأمر خلافهم معه أو الدعايات اللي كانوا يروجوها ضده هي بهدف الاقتصاد. ليش؟ لأنه الاقتصاد في الاتحاد السوفيتي في الدول الاشتراكية كما كان عندنا في اليمن الجنوبية كان اقتصاد الملكية العامة. هم ما يشتروا الملكية العامة، هم يبحثوا عن الملكية الخاصة بديكور ديمقراطي، بديكور فيدرالي، بديكور يعني ليبرالي. الهدف في الأخير هو السيطرة الاقتصادية. ويجب أن تعلموا يا رفاق أنه شر الشرور في هذه الدنيا، بل منذ سفر التكوين منذ التاريخ البشري، هو الملكية الخاصة. يجب أن نفرق بين الملكية الخاصة والملكية الفردية. هنا يجب أن تنتبهوا هذا الكلام، في مغالطات هنا يمارسوها عليكم، وهنا الجماهير يعني كثير منها تجد ما عندهاش هذه، وذا ناتج عن غياب الثقافة السياسية عند الجماهير. ده دور الأحزاب، إذا كان في أحزاب هناك، في أحزاب حقيقية، في حركات سياسية حقيقية، أن تثقف الجماهير، لا سيما العمال من خلال النقابات. لازم الثقافة السياسية، ولازم تعرف ما هي الملكية العامة. الملكية العامة ذي شر. الملكية العامة بمعنى يعني أي بنك أجنبي عنده أموال بيجي بيشتري البلد من بابها لا مزرابها، بيشتري البحر، الثروات السمكية والثروات والمعادن والأراضي والزراعة. أنت تجلس في البلد يعني بالإيجار، ما عندكش حاجة، حتى حق الإسكان اللي يكفل لك إياه النظم الاشتراكية ما عندكش. في أمريكا ما في حكومة ما تعطيش إسكان، عندك فلوس اشتري أو بالإيجار، ما عندك سكن في الشارع. كثير من الأمريكان بيوتهم على الكريدت، على البنوك. حصلت الأزمة في عام 2008 طردوهم من البنوك عفوا، حصل عجز عندهم هناك، تعثر في السداد، طردوهم البنوك، لأن البنوك هو المالك الفعلي للبيوت هذه، في حين الاشتراكية تمنحك السكن، تمنحك الإسكان المجاني. لأنه أنت اليوم الملكية الخاصة معناه يجب عليك أنك تشتري الأرض، التراب يعني، والملكية الخاصة معناته أسمنت، معناته خشب، معناته حديد، ومعناته تكاليف بعض أنت ما تقدرش عليها. فلذلك أي نظام سياسي، هل هو يحقق العدالة الاجتماعية؟ هل هو يحقق توزيع الثروة؟ هل يعطي العمال حقوقها؟ هنا هو السؤال الحقيقي. ده موضوع بيحتاج إلى شرح، الحديث بقية. محبتي لكم، ألف تحية لكل الشرفاء.